السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال أولى ثانوي عاملين يا شباب، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة معانا سكيلز يونت 8، وسكيلز يونت 8 بيتكلم معاك على بلوج بوست. إزاي تكتب البلوج بوست. الهدف تحكي تجربة شخصية أو رأي، بس يكون personal and friendly، يعني يكون شخصي ويكون بود وبلطف. الاسلوب اللي انت بتتبعه او التون لازم يكون conversational، كأنك بتدردش مع واحد صاحبك، وتكون تكون relaxed يعني مسترخي. اللغة اللي انت بتستخدم فيها كلمات عادية، تعبيرات قوية، expressive words، وكمان emojis عشان المنشور يبقى lively، يعني يبقى حيوي. الجمهور او الايديوس اللي هو انت بتوجه له البلوج بوست ناس تعرفهم او ناس مهتمين بكلامك، فبيكونوا مستنيين اسلوب clear and friendly، يكون واضح ويكون قريب من القلب. طيب مكونات البلوج بوست بالترتيب هتبقى ايه؟ اول حاجة هتبقى opening and greeting، تحية دافئة للقراية. تاني حاجة الباك جراوند، باك جراوند بتمهد للموضوع وبتقول انت بتكتب ليه. تالت حاجة مين ستوري، بتكتب كل اللي انت عايز تكتبه. ورابع حاجة ريفلكشن، الدرس المستفاد وايه اللي اتعلمته من التجربة بتاعتك. خامس حاجة اندنج، رسالة ختامية بتسيبها للقارئ عشان يفكر فيها. تعالى بقى ناخد مثال على ازاي تكتب البلوج بوست عشان تبقى عارف الدنيا ماشية ازاي. انا هكتب واقول اول حاجة why reading is your secret power. تاني حاجة هروح جاي كاتب الانترودكشن، هكتب الانترودكشن، والانترودكشن بتاعتي هتكون كالتالي: Do you want to travel the world without leaving your room? Well, books can take you لحد ما اخلص الانترودكشن. تاني حاجة اعملها هي why should why should you read، وابدأ اجاوب. اقول improve your English you learn new words and grammar naturally، وهكذا. تاني حاجة ممكن اكتبها reduce stress it helps you relax after a long day of studying. تالت حاجة get smarter، زي you gain knowledge from the world's greatest thinkers. بعد كده اعمل conclusion اقول in my opinion reading for just 50 minutes a day can change your life. It's the best investment you can make for your future. بعد كده انهي واقول what
is your favorite book. ليه المثال ده مستوفي كل حاجة؟ أول حاجة عملناها هي تايتل، والتايتل بتاعي اللي هو why knowledge is your secret power، ده التايتل. تاني حاجة الانترودكشن، المقدمة، بدأت بسؤال عشان أشد القارئ اللي هو do you want to travel the world without leaving your room. بعد كده كتبت البادي بتاعي، استخدمت bullet points اللي هو improve your English, reduce stress, get smarter. التون بتاعتي كانت اسلوب شخصي، بتكلم بقول انه in my opinion كأني بكلم واحد صاحبي. بعد كده الكلوزنج اللي هو what's your favorite book. دي كده بكل بساطة كان ازاي اكتب بلوج بوست. القصة اللي على معالم عليك The Old Man and the Sea Chapter 8. Chapter 8 بيبدأ معاك بالعودة بالهيكل العظمي. الصبح شاشة على القرية والصيادين اتجمعوا على الشط وعينيهم هتطلع من مكانها. القارب بتاع سنتاجو راجع بس مش شايل سمكة، ده شايل هيكل عظمي عملاق طوله 18 قدم. السياح الأجانب واقفين يتصوروا ويسألوا بذهول ايه الوحش ده، والبعض كان بيسخر ويقول يا خسارة العجوز خسر اللحم والقروش أكلت تعبه. لكن الصيادين القدام كانوا واقفين ساكتين وباصين باحترام، هم عارفين اللي يعمل كده في قلب المحيط لوحده ما يبقاش صياد عادي، ده يبقى أسطورة. مانولين الوفاء اللي ما بيعيش. في الوقت ده سنتياجو كان في كوخه مهدود وجسمه كله جروح وندوب. دخل عليه مانولين الصبي الوفي، وأول ما شاف إيدين معلمه وهي متقطعة من حبال الصيد عينه دمعت، بس مسح دموعه بسرعة وجاب له القهوة والأكل وقال له بكلمة رجالة ارتاح انت يا بطل، ومن بكرة مفيش خروج لوحدك تاني، أنا هصطاد معاك. سنتياجو قال له بوجع بس أبوك هيغضب يا ابني. مانولين رد عليه بذكاء أنا اتعلمت منك انت اللي ما يعلموش 1000 صياد، القوة مش في الدراع، القوة هنا في القلب. حلم الأسود. العجوز ابتسم بوهن وبدأ يستسلم للنوم وهو بيسمع صوت البحر الهادي اللي بيحبه وبيحترمه رغم قسوته، وبدأ يحلم بحلمه المعتاد، الأسود وهي بتلعب على شواطئ أفريقيا الذهبية. الحلم ده اللي بيفكره دايما بشبابه وقوته، وكأنه بيقول لنفسه لسه فيها روح ولسه الحكاية ليها بقية. سنتياجو قبل ما يروح في النوم مسك ايد مانولين وهمس له بسر خطير، بكرة يا ابني مش بس هنصطاد، بكرة هعلمك ازاي تصنع خيط صيد ما يقطعوش جن ولا عفريت، وازاي تقاتل لما البحر يقرر يختبرك بكل قوته. يا ترى ايه هو السر اللي سنتاجو مخبيه في جرابه، وايه هي حزمة المعدات اللي مانولين هيجيبها ويدخلوا بيها معركة جديدة في أعماق المحيط؟ استنونا في الفصل الجاي دروس على الشاطئ عشان هنعرف ازاي العجوز هيحول الولد لوحش بحار ما بيخافش من القروش. كان معكم ادهم رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.